السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم البنات في القناة ديالي. عواشركم مبروكة، نتمنى تكونوا لاباس عليكم وبخير وفي احسن الاحوال. اليوم جبت لكم وصفة رائعة اللي هي حلوة الرشبوند الرائعة والهشة واللذيذة والسهلة بدون زبدة وبلا وقت ولا مجهود. كتجي رائعة وكتجي لذيذة بزاف وكتجي هشيشة. غادي نخليكم تشوفوا معايا المكونات اللي غادي نحتاجو. عندي هنايا 6 ديال البيضات كما شفتوا، وغادي نحتاج في المقابل ديالهم زلافه ديال سكر سنيده، زلافه كتكون شويه كبيره، وزلافه من الزيت النباتيه، وليمونه محكوكه او الليم يعني الحامض محكوكه كتكون كبيره. وغادي نحتاجو الدقيق حسب الخليط، وثلاثه ديال الاكياس ديال خميره الحلويات، وكيس من سكر فانيلا. وندوز ان شاء الله لطريقه التحضير. اول حاجه البنات غناخذوا الاناء اللي غادي نخلطوا فيه، غادي نحط فيه البيض، وغادي نضيف عليه سكر سنيده، وغادي نخلط المكونات مزيان مع بعضياتهم بالخلاط اليدوي. هنا البنات من بعد ما خلط الخليط ديالي مزيان والسكر يذوب يعني كيمتزج هذا الخليط مزيان، غادي نضيف عليه الزيت النباتيه، وغادي نضيف الحامض، وغادي نستمر في الخلط، وغادي نضيف ايضا سكر فانيلا كان عليا نضيفه في الاول مع السكر. انا البنات من بعد ما امتزج الخليط ديالي مزيان، غادي نضيف واحد الرشه ديال الملح فقط لتصحيح الذوق، وغادي نبدا اضافه الدقيق مع خميره الحلويات. غنضيف واحد الكميه من الفرينه، وغادي نضيف عليها اكياس الخميره، وغادي نستمر في الخلاط اليدوي حتى نشوف ان العجين ديالي بدا يتقال، وعاد نستعمل اليد ديالي. صافي في هذه المرحله غادي نبدا في اضافه الدقيق ونستعمل اليد ديالي حتى نجمع العجينه ونحصل على عجينه متماسكه. وغنخليكم باش تشوفوا معايا القوام ديالها. بالنسبه للدقيق تقريبا نحتاجو واحد 600 غرام ولا 650 غرام ديال الفرينه، داكشي بقى على حسب النوعيه ديال الدقيق وعلى حسب الحجم ديال البيض. المهم انا غادي نستمر في اضافه الدقيق حتى تجمع ليا العجينه، ونوريكم القوام ديالها كيفاش يكون. البنات هذه هي العجينه ديالي من بعد ما جمعتها كما شفتوا معايا، كتكون متماسكه وما كتكونش قاصحه بزاف، كتبقى لينه. دابا غادي ناخذ منها ونشكل منها كرات، يبقى على حسب الحجم ديالكم، الحجم اللي بغيتو يعني. انا نديرهم هكا متوسطين، ما غاديش نديرهم كبار بزاف وما غاديش نصغرهم بزاف، يعني كيجيو متوسطين في الحجم ديالهم بهذا الشكل هذا. كما شفتوا معايا ساهلين في التشكيل. غادي نستمر بهذه الطريقه هذه حتى نكمل هذا العجين هذا، وانا كنحطهم في الصينيه اللي غيدخل الفران، وغادي ندخلهم الفران كيكون سخون من قبل درجه حراره متوسطه حتى نشوف انهم طابوا، يعني ما نخليهمش حتى يتحمروا، يعني هادو يبغيو يبقاو هكاك بويض فقط يطيبوا صافي. غادي نخليكم باش تشوفوا معايا الشكل ديالهم من بعد ما نخرجهم من الفران. البنات هاي الحلوه ديالي من بعد ما خرجتها من الفران كما شفتوا معايا انا شويه قربتهم من بعضياتهم وبحال لصقوا ليا مع الجناب كما شفتوا، راني كنحيدهم وغادي ندوزو ان شاء الله للتزيين. كما شفتوا معايا من التحت ما كيطيبوش بزاف، كيبقاو هكا يعني ما تحمروهمش من الفوق، فقط يطيبوا.
غادي نحيدهم من الصني وغادي نتلاقاو ان شاء الله في التزيين. هنا البنات بالنسبه للتزيين عندي هنايا كونفيتور ديال المشماش وجدته في الدار، كنزيد ليه شويه ديال الماء وكنحطو فوق النار حتى يتطلق ويولي يعني طالق راسو بحال هكا، يعني ما يبقاش كونفيتور قاصح. وعندي هنايا جوز الهند او الكوك كما شفتوا، اختاريت هذا اللي كيكون شويه رقيق. دابا غناخذ الحبات ديال الحلوى اللي عندي وغادي نحطهم في هذا الكونفيتور. بالنسبه للكونفيتور كنحطوه فوق النار كما قلت لكم، خاصو يكون سخون بزاف، يعني غير تشوفوا انه برد نرجعوه فوق النار. كنحطوا الحبات ديالنا ديال الحلوى، كنخليهم واحد شويه يعني هكا كيتشربوا شويه هذا الكونفيتور هذا، وكنحيدهم وكنحطهم في الكوب. يعني ضروري ما الكونفيتور يكون سخون باش هاد الكاطو هذا كيبقى هشيش وما يجيش قاصح، كيبقى محافظ على واحد الرطوبه ديالو وكيجي هشيش بزاف كما شفتوا معايا هكا. نحاول انني نغطي حتى هاد الفراغات هادو صافي. وكنحط الحلوى ديالي على جنب نخليها حتى تشد راسها مزيان صافي. نستمر بهذه الطريقه هذه حتى نكمل هاد الكاطو ديالي كامل. طريقه سهله وبسيطه بزاف. انا البنات غادي نستمر بهذه الطريقه وغادي نخليكم باش تشوفوا معايا الشكل النهائي ديالو. البنات هذه هي حلوى الريشبوند اللي وجدت معكم كما شفتوا معايا، كتجي رائعه وكتجي لذيذه بزاف وكتجي رطبه بزاف بزاف. شوفوا معايا كيفاش كتجي رطبه، كتجي بحال المادلين، كتجي رائعه وكتجي بنينه وسهله في التحضير كما شفتوا معايا. نتمنى ان الوصفه نتاع اليوم تكون عجبتكم ونتمنى انكم تجربوها وتعجبكم حتى نتوما وبصحتكم وراحتكم.